السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة بقى هنعمل البوتيفور الناعم اللي بيدوب في البق، بس مش اي بوتيفور فاخر على الاخر. لا تقولوا لي بقى البوتيفور بتاع المحلات ولا الكلام ده خالص. هنعمله من غير مكنة بوتيفور، يعني هنستخدم القمع بس. والمقادير اللي انا جايبها لكم النهاردة دي اظبط مقادير، هتطلع معاكم بوتيفور حلو وسهل لاي حد مبتدئ يقدر يعمله. وهقول لكم كمان شوية نصايح تطلع معاكم بوتيفور مظبوط من اول مرة. ويا ريت لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده تعملوا لايك. يلا على طول نسمي الله ونبدأ في الوصفة. ودي المقادير بتاعة النهارده: كيلو دقيق متعدد الاغراض او الاستخدامات، او بتاع الكحك والبسكوت اي نوع، بس الدقيق اللي انا استخدمته النهارده الدقيق الخاص بالكحك والبسكوت، وحاطه عليه رشة ملح صغيرة قوي، اقل من ربع معلقة صغيرة. تاني حاجة هي الزبدة، هحتاج 800 جرام زبدة ساقعة بخرجها من التلاجة قبل ما اشتغل بربع ساعة. عايزة اقول لكم اي نوع زبدة هينفع، زبدة نيوزيلندي، فرن، جنة، اي نوع، بس كل ما تختاري زبدة جودتها حلوة وطعمها حلو هيخلي البوتيفور معاكي طعمه حلو. بعد كده السكر، هحتاج 300 جرام سكر بودرة ويكون منخول، والافضل يكون جاهز افضل من اللي بنطحنه في البيت. ومعانا كمان 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وفانيليا سايلة. هنزل الزبدة واضربها شوية كده قبل ما انزل السكر، معلش في الاول بتكون صعبة شوية بس ضربتين 3 وهتبقى تمام. بعض الناس بتستخدم صفار البيض بس، وناس تانية بتستخدم البيض كامل. طيب ايه الاحلى؟ الاحلى ده يرجع عليكم. لو انتوا بتحبوا البوتيفور يكون طري وناعم ويكون تقيل شوية هتستخدموا صفار بس، ولو بتحبوا البوتيفور يكون خفيف وهش وفلافي يبقى هتستخدموا البيض كامل. انا بحب استخدم البيض كامل لان بياض البيض بيدي هشاشة وقرمشة حلوة كده للبوتيفور. بعد كده هحط عليها السكر واضربهم مع بعض كويس جدا جدا لحد ما يدينا خليط ابيض كريمي هش زي الكريمه بالظبط. ودي خطوه مهمه جدا، لو ظبطت معاكي يبقى البوتيفور هيظبط. ونراعي كل شويه بننزل الجوانب علشان تتضرب كويس مع الخليط. وهو ده القوام اللي انا عايزاه، يكون زي الكريمه بالظبط. بعد كده هنزل البيض بيضه بيضه ونضربها كويس لحد ما تختفي مع الخليط. بعد كده ننزل البيضه اللي بعدها، هننزل البيضة التانية ونضربها برضو كويس لحد ما تختفي، وننزل البيضة اللي بعدها. في الخطوة دي بنخلط الخليط كويس جدا دلوقتي علشان عايزين كل المكونات تختلط مع بعضها كويس، علشان لما نضيف الدقيق مش عايزين نعجن كتير. ومع اخر بيضة هضيف الفانيليا، معلقة صغيرة فانيليا، وبخلطهم كويس مع بعض. وبعد كده هنزل بالدقيق، وهنا مش عايزين عجن خالص، يا دوب بس هنخلط الدقيق مع الخليط الكريمي اللي احنا ضربناه لحد ما يختلطوا كويس مع بعض. وبعد كده نوقف خلط. بعد كده بحط العجينة في التلاجة ترتاح 10 دقايق مش اكتر من كده. ودي القماع اللي انا هشتغل بيها. القمع ده زي قمع بلح الشام بس صغير، ارفع منه شوية. وده قمع على شكل وردة صغير، وده قمع بلح الشام. وهنا انا استخدمت الاكياس الحلواني اللي هي بتبقى استخدام واحد، بحط فيها البلبلة اللي انا هشتغل بيها. وهجيب كيس تاني عشان احط فيه العجينة. انا بحب احط العجينة في كيس والبلبلة في كيس تاني علشان يبقى سهل عليا لو حبيت اغير البلبلة. بملى الكيس بالعجينة بالشكل ده، وانزل العجينة لتحت وادخله في الكيس اللي فيه البلبلة. كده بيبقى سهل جدا ان انا اغير البلبلة في اي وقت. دلوقتي هبدأ اشكل البيتيفور. بضغط مرتين بتعملي وردة بالشكل ده، شكلها حلو قوي. يفضل في الاول قبل ما تشكلي كمية العجين كلها بتعملي 2 أو 3 وتدخليهم الفرن يستووا. لو فرشت في الفرن وحجمهم كبر قوي يبقى كده الخليط بتاعك محتاج دقيق تاني، بتزودي له معلقتين دقيق وترجعي تخلطيه. بعد كده ببل ايدي بشوية مية صغيرين واسوي الوردة من فوق بالشكل ده علشان هنزينها مع بعض بطريقة معينة. وبنفس القمع هعمل شكل تاني اللي هو شكل الكمثرى، وده الشكل المتعارف عليه في البوتيفور. واي صينية بتخلصيها تشكيل بتحطيها في مكان يكون فيه مروحة. وده القمع اللي زي بلح الشام بس رفيع.
وهعمل بيه الصوابع العادية خالص بمنتهى السهولة. العجينة ما شاء الله حلوة جدا وبتنزل من الكيس بمنتهى السهولة. وده القمع اللي زي الوردة، بعمل بيه وردات بلفها بالشكل ده بتديني وردة حلوة قوي كمان. شايفين؟ حلوة قوي. واخدت كمية من العجين حبيت اعملها بالشوكولاتة، شكلها كمان هيكون حلو قوي. حطيت عليها معلقة كاكاو ومعلقة زبدة علشان الكاكاو زي الدقيق بالظبط. لو حطيناها على العجينة هينشفها، فبنزود لها معلقة زبدة علشان تظبط العجينة تاني. هستخدم القمع ده بعمل بيه وردات بلفها بالشكل ده بتديني وردات بشكل مختلف، شكلها كمان تحفة جدا. حاولي انت بقى اعملي اشكال ونوعي على قد ما تقدري. اخدت كمان قطعة من العجينة عايزة اعملها بلون تاني علشان يبقى فيه اشكال اكتر. حطيت عليها كام نقطة من اللون الاحمر الغذائي وشوية كاكاو وهخلطهم مع بعض هيديني لون الريد فيلفل. هشكلهم وده كان اخر جزء معايا في العجين. بعد كده هنسوي البيتيفور. بحطه في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 170. بسخن الفرن قبل ما ادخل البيتيفور ب10 دقايق. بحطه على الشبكة في الرف اللي في نص الفرن وبيقعد حوالي من 10 دقايق ل15 دقيقة على حسب الفرن. اول ما ياخد لون ذهبي من تحت ويبدأ يتحرك من الصاج يبقى كده استوى. وده بيكون شكل البيتيفور، بيكون فاتح من فوق بالشكل ده وبياخد لون ذهبي حلو من تحت. شايفين البيتيفور ما شاء الله تحفة، ما فرش في الفرن ولا حجمه زايد زي ما هو بالظبط. اول ما بيخرج من الفرن بيكون طري شويه، مش هتحركيه من الصاج لحد ما يبرد تماما، وبعد ما يبرد بتلاقيه نشف شويه. ولو حابه تحمري وشه شويه بتولعي الشوايه دقيقه قبل ما تطلعيه، بياخد لون دهبي غامق بالشكل ده. ودلوقتي هنقفل البيتيفور ونزينه. تقدري طبعا تزيني باي حاجه متوفره عندك. معايا شوكولاته بيضه وشوكولاته غامقه مدوباهم على حمام ميه، وعندي كمان مربى وفرماسيل شوكولاته وفرماسيل الوان وشويه سبرينكلز وجوز هند لونته بلون اصفر غذائي. اجيب وحدتين بيتيفور والزقهم بالمربى واحاول اختار 2 يكونوا قد بعض في الحجم. بعد كده بغطسهم في الشوكولاته. ممكن اكتفي بشكلهم بس كده بالشوكولاته او انزلهم في السبرينكلز او الفرماسيل او جوز الهند وبحطها على ورقه زبده. اخدت 2 كمان بيتيفور بالشوكولاته لزقتهم بالمربى ونزلتهم في الشوكولاته البيضاء وغطستهم في جوز الهند الاصفر، شكلها كمان تحفه. التزيين ده بقى فيه اشكال كتير جدا، تقدري تشكلي وتنوعي زي ما بتحبي. ودي الوردة حطيت عليها نقطة شوكولاتة وهحط عليها واحدة من الكريسبي بيكون شكلها حلو قوي. ودي كل الاشكال اللي انا عملتها. وبكده يكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. بتمنى من كل قلب الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي تشتركوا حالا وتفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم اشعار باي وصفة جديدة. سلام عليكم.